السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة بقى هعمل معاكم بتنجان بالطماطم والطشة تحفة جدا. هيعجبكم خالص وهيفتح نفسكم عن الأكل، بس لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي بلايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندي كده المقادير بتاعتي، عندي بتنجان متحمر عادي ومتقطع مكعبات ومغسول، يعني مغسولة وهي سليمة بالشكل ده ومتقطعة مكعبات ومحطوط عليها شوية ملح ومتحمرة عادي. وعندي كده فلفل أخضر، على فلفل أحمر، على فلفل حامي متقطعين مكعبات. وعندي كده بشر طماطم، وعندي كمان طماطماية كبيرة متقطعة مكعبات، وعندي معلقة توم صغيرة. عندي كده طاسة أحط فيها شوية زيت بالشكل ده، وبعد كده على طول هنزل بالثوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وايه، ولحد ما التومة ايه اللي هو ايه تستوي معايا، تتحمر يعني. اول بس كده ما ادي تشويحة كده للتومة على طول بالشكل ده، شايفين ريحة التوم؟ اول ما اشم ريحة التوم على طول هنزل بالفلفل الحامي مع الفلفل الاخضر مع الفلفل الاخضر. عايزة تحطي فلفل حامي براحتك، الفلفل متوفر عندك حطيه. قلب كده واشوح الفلفل كويس جدا بالشكل ده، ولحد ما الفلفل كده يطلع ريحته اقعد اشوح فيه مع التوم. بصوا الفلفل كده، بصوا كأنه اتقلى خلاص، بدأ ياخد لون. وبعد كده على طول هنزل بالملح ومعلقة صغيرة من الكمون واشوح. مش هحط فلفل اسود، هو ملح وكمون بس. بصوا بالشكل ده شوح كده مع التوابل. عايزة اقول لكم الريحة كانت جميلة جدا. وبعد كده هطش كده بشوية خل. بصوا الفوران دوت يثبت لك ان الخل اللي انت حطاه حامي، مش خل اللي هو بارد كده، لو اللي انت بتفتحي الازازة ريحة الخل مش مفحفحة منها كده، لا. لما تلاقي الخل بيطش معاك كده تعرفي ان الخل نوعه حلو ونضيف وجديد يعني لنوعه. وكده حطيت الطماطم المكعبات واشوح كده. الريحة كانت فظيعة، كان نفسي كده الريحة تكون واصلة لكم. شوح كويس واقعد اشوح كده، اشوح فيها كويس جدا. وبعد كده هنزل بالطماطم المبشورة، هي طماطمية واحدة بس مبشورة، واقلب فيها كده كويس جدا واقعد اشوح. تمام. وبعد كده هغطيها واسيبها لمدة كام دقيقة كده او دقيقتين لحد ما تتسبك كده شوية، مش اكتر من كده، وخلي بالك لا تلزق. بعد كده هنزل بالبتنجان على طول واقلب. اول ما نزلت بالبتنجان كده خلاص، ما احطهاش على النار تاني، اقلبها بس كده واشوحها تشويحتين كده بالبتنجان وخلاص. بصوا الشكل الجميل تحفة جدا، وده بيكون شكلها في الاخر. عايزة اقول لكم يا جماعة الريحة والطعم خرافة بجد، مش هتندموا لو جربتوها، وهتفتح نفسكم على الاكل جدا جدا. هستنى رأيكم في التعليقات بعد ما تجربوها. كانت معاكم سندريلا في المطبخ، باي باي.